الفنان الأستاذ أحمد بيومي. الفنان أحمد بيومي أيضا من القامات التشكيلية المصرية والعربية، و له دور مهم جدا في الحركة الفنية ومميز بفنه وبثقافته، وبنقول له ألف مبروك على يعني ما قدمت في 2016. أنا عايز بس أكمل. أنا اعتذرت له أكثر من 10 مرات وبعتذر له تاني النهارده قدام الكاميرا، مش هتقول ليه؟ خلاص عفى الله عما سلف. فده أحمد بيومي ليه لوحة فازت في 2016 باللوحة المعبرة عن الطفل الأفريقي. ممكن بقى في دقيقة واحدة اتكلمنا عنها. وشعورك كده لما فزت بأفضل لوحة بتعبر عن الطفل الأفريقي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، وبشكر دكتور عادل والدكتور علا والقامات الفنيه الجميله والاستاذ محمد السيد، وبشكر الحقيقه برضو الفنانين الجمال اصحاب القدرات الخاصه الجميله واعمالهم الجميله. انا كنت وانا صغير بحب الرسم زيكم، كنتوا كمان ما شاء الله اما تكبروا هتبقوا فنانين كبار كده. الحقيقه ربنا كرمني سنه 2016 بان احنا مصر اترشحت ضمن 12 دوله، والموضوع ده الحقيقه انا كنت شغال عليه في طول 2016 الحقيقه. كل الشركات الكبيره اللي في العالم بتعمل حاجه ظريفه جدا، انها بتسوق لنفسها باستخدام الفن التشكيلي كاحد القوى الناعمه. ووقع اختيارها هي الحقيقه شركه طيران، مش شركه طيران، هي شركه مصنعه اللي بيصنعوا محركات طيارات الايرباص اللي هي السياحيه اللي هي طيارات الركاب حوالين العالم، بيتعدوا على صوابع الايد، وهي بتعمل نوع من انواع التسويق لنفسها والدعايه لنفسها بانها بتعمل نتيجه فنيه بتحط فيها 12 دوله، كل دوله بتمثلها فنان بلوحه تشكيليه. واحنا الحمد لله 2016 فزنا الحمد لله بمصر بالعبد لله يعني بلوحه من طفل النور الحمد لله. وطبعا فوز الاستاذ احمد الفنان الكبير احمد بيلاوي هو شرف لنا كلنا، فوز لينا كلنا.